ويدعون دعوة عريضة طويلة، يقولون بأنهم يتبعون أهل البيت ويتمسكون بهم دون بقية المسلمين، وفرضوا على المسلمين أصلا يسمونه التمسك بأهل البيت. طيب، إذا كان هذا أصلا من أصول الدين فأخرجوه لنا من القرآن العظيم بالآيات الصريحة المحكمة وليس بالآيات المتشابهة. نحن من هذا المنبر نعلنها أمام المسلمين أجمعين أن علماء الشيعة لا يملكون على هذا الموضوع إلا الدعوة الفارغة المجردة، لا يملكون إلا روايات مكذوبة هم صنعوها، وإلا ليخرجوا لنا أصل هذه الروايات من القرآن العظيم بالنص الصريح المحكم. نتحداهم أن يأتونا بآية واحدة صريحة محكمة غير متشابهة، أي غير ظنية الدلالة، غير محتملة أو محتملة، غير محتاجة إلى غيرها، غير محتاجة إلى تفسير أو رواية، لأن المحكم دال بنفسه، المحكم هو المرجع، غيره يرجع إليه وهو لا يرجع إلى شيء. ليس عند الشيعة آية واحدة على هذا الأصل الفاسد الذي كفروا به المسلمين أجمعين. كفروا 1,500,000,000 مسلم بهذا الأصل الفاسد، وليس لهذا الأصل نص صريح من القرآن، فكيف يعقل هذا وكيف يقبل هذا؟ وحتى أبين قليلا وبتفصيل بسيط بطلان هذا الموضوع، أقول: حينما نرجع إلى القرآن العظيم نجد أن لفظ التمسك لم يرد إلا في شيئين اثنين. يعني الله تعالى في القرآن ما أوصى إلا بالتمسك بشيئين: التوحيد الذي قال الله عنه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله لا إله هذا إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد إيش؟ استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والشيء الآخر الذي أمر الله تعالى بالتمسك به هو القرآن، كما يقول سبحانه: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به إيش؟ مستمسكون. الاستمساك بالقرآن وبالتوحيد، ما عندنا استمساك بشيء اسمه أهل البيت. وإذا قالوا لا نحن نقصد بالتمسك الاتباع، نقول لهم: تعالوا لنرجع إلى لفظ الاتباع في القرآن، نجده مقصورا على 3 جهات. الجهة الأولى هو القرآن، الله تعالى يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. اتبعوا إيش؟ القرآن، اتبعوا هذا الكتاب واتقوا لعلكم ترحمون. والجهة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، إيش وراها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ هاي الياء على من راجعة؟ راجعة على النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والجهة الثالثة هي جهة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله تعالى نصص في القرآن على اتباع المهاجرين والأنصار، ولم ينصص على اتباع أهل البيت. ونتحداكم يا علماء الشيعة أن تأتونا بآية صريحة تنصصها على اتباع أهل البيت دون الصحابة. فنحن حينما نقول باتباع أهل البيت إنما نقول ذلك ضمن عنوان كبير اسمه الصحابة، فنحن مأمورون باتباع علي والحسن والحسين وعباس وابن عباس وغيرهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومأمورون باتباع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين تحت مسمى الصحابة المهاجرين والأنصار. هذا اللفظ يشمل النساء والرجال. أما أن هناك نص في القرآن يلزمنا باتباع جهة معينة مستقلة عن الصحابة،
فهذا لم يرد قط، ونتحدى علماء الشيعة أن يأتون بآية تنصص على اتباع غير الصحابة. فالله تعالى يقول في سورة التوبة والآية رقمها 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، تسمعوني؟ والذين اتبعوهم، اتبعوا من؟ هاي الميم عليما راجعة، الميم ماذا يعنى بها؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، أي اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فمن لم يتبع الصحابة فهو ملعون مرتد لا دين له، لأنه يخترع دينه ويصنع دينه بنفسه، والدين ليس صنعا بشريا وإنما هو وضع وتنزيل إلهي. قد يقولون التمسك بمعنى الاقتداء، ونقول لهم لم يرد الاقتداء في كتاب الله إلا مع الأنبياء عليهم السلام. فالله تعالى يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالتحدي قائم، تحد ينسف دين الشيعة نسفا، يأتي على دين الشيعة من القواعد أن يأتونا بنص صريح يجعل أهل البيت في الاتباع والتمسك والاقتداء مستقلين عن الصحابة. لولا أن الله تعالى أنزل اتباع الصحابة في القرآن لما ثبت اتباع أهل البيت، فأهل البيت تبع للصحابة وليس العكس. فأين دينكم أيها الشيعة؟ تحديات